ازيكم يا احلى متابعين؟ معاكم من مطبخ شيماء، قناتي متخصصة للحلويات وكل حاجة تخص شغل الاونلاين. النهاردة كان معايا اوردر، حبيت ان انا اصوره معاكم. تورتايه مقاس 20 في 25، او المقاس في الطقم المستطيل. حطت لها 350 جرام من الاسبونج. عملت اسبونج جاهز. قسمته كده وعملته في نفس الصينية، طالع اللهم بارك، شايفين عالي ازاي. انا عليته بالورق الزبدة علشان خاطر يدي معايا ارتفاع، وطبعا الكشكشة ديت علشان كان عايز يفضل شوية كمان في قلب الفرن. انا طبعا استعجلت عليه وطلعته، فعمل معايا الكشكشة اللي على الوش دي. بس كانت اللهم بارك، كانت خفيفة جدا وكانت حلوة قوي. انا مستخدمة ماركة دريم. انتوا عارفين ان انا كنت بستخدم الفترة اللي فاتت دي اسبونج كله بيتي. بس بصراحة يعني من فات قديم قديمه تاه، الاسبونج الجاهز مفيش احلى منه ولا اخف منه. دلوقتي انا سويت الوش كده بنفس المقاس بتاع التورتايه من تحت. وبعدين هجيب بقى المنشار على مقاس 9، وهقطع معاكم هنا كده، هقطع 3 رقات وهيطلع معايا رقة خفيفة خالص. طبعا الرقة الخفيفة دي بندخلها في كوبايات، بندخلها في ترافل، بندخلها في اي حاجة، طبعا احنا مش بنرمي حاجة. عايزة تشيليها في قلب الفريزر. لما يكون عندك اوردر او شغل تاني بتطلعيها، ما بتبقاش فيها اي حاجة. شايفين اللهم بارك التقسيمة بتاعه الاسبونج، وطري جدا وهش قوي. هنا بدأت اقطعهم بقى. هقطع زي ما قلت لكم الثلاث رقات. عايزه اقول لكم ان المقاس دوت المفروض ان انا كنت طلعته ب 250، لان ديت انا هعملها بالشوجر شيت. هوريكم دلوقتي وانا بعملها بالشوجر شيت. ما حطيت لهاش على فكره شوكولاته من تحتيها خام، ولا حطيت جناش، هتشوفوا معايا. تابعي بس الفيديو كده بالتفاصيل، لان هتلاقي فيه تفاصيل مهمة جدا لو كنتي مبتدئة وعايزة تعملي التورتة بالشوجر شيت. هيبقى الفيديو دوت ليكي، وان شاء الله هيفيدك وهتعمليها بكل احترافية. انا جبت هنا البورد مقاس 20 في 30، وحطيت حتة من الكريمة. الكريمة انا بستخدم ريتش المتحدة. بقت عاملة 260 جنيه اللي هو الكيس. الاسعار بصراحة بقت راحة في داهية. كل يوم بسعر، كل يوم بسعر. انا بكون متفقة مع الزبونة على سعر، واروح الاقي اسعار تانية. يعني انا كنت هنا متفقة مع الزبونة على سعر التورتاية ديت 160 جنيه. جيت علشان خاطر اروح اشتري الخامات، والله اتفاجئت ان انا كمان حاطة من جيبي. لقيت كرتونة البيض بقت ب115. لقيت الكريمة بقت ب260. لقيت الاسبونج بقى عامل 50 و55 جنيه. وطبعا الاسعار يعني كل يوم بسعر بجد والله. مش عارفة ازاي يعني اكون متفقة على حاجة، طبعا مش هينفع ان انا ارجع في كلامي ولا هقول لها لا والله مش هينفع. ان انا السعر اللي انا اتفقت معاكي عليه. المهم ان انا عملتها وقلت امري لله، وكان ربنا مسهلها. وما شاء الله طلعت والله عالية، وكانت ربنا مبارك فيها، والكريمة طلعت حلوة من غير ما اضيف لها اي حاجة. طلعت ماسكة معايا وطعمها حلو. المهم هنا بقى ايه، انا قفلت الطبقات وعملت هنا بالقمع علشان اعمل شوكولاتة واعمل فانيليا. لان دي كانت اول تعامل معايا، وكانت بتقولي انا متحدية ولادي ان انا اخد منك، وهم يقولوا لي هنجيب من المكان الفلاني، وانا اقول لهم هنجرب شيماء. المهم الحمد لله، الحمد لله، فضل ربنا، الحمد لله ان هي اللي كسبت الرهان. واولادها عجبوها جدا، اللي عجبهم التورته، وقالت لي ان شاء الله مش اخر تعامل وهاخد منك على طول. هي كانت اصلا التورتايه ما شاء الله كانت طالعه عاليه جدا. يعني كان ربنا مبارك فيها. هنا حطيت اخر طبقه، شايفين اصلا قبل لسه ما اقفل الباقي، وهي ما شاء الله عاليه. حطيت هنا بقى ايه، بس إيه كده الظهر انتوا عارفين بيبقى ماسك شويه، ناشف شويه، فبسقيه بالسيرب. السيرب عباره عن ميه سكر، بس انا ما حطيتش اكتر من كده. وبظبط الحتت اللي هي ميله عندي. هنا بجلس بقية الكريمة بالشكل دوت عشان خاطر تطلع معايا الشكل النهائي، تبقى حلوة كده وتبقى مسطرة من فوق، وكمان السيوف تطلع حادة. كده بصراحة لقيتها احلى من ان انا كنت بعمل بالسباتولا. بس ديت بتاخد كريمة اكتر، انما السباتولا بتلحس كريمة. فمش عارفة بصراحة المفروض ان انا اعمل كده ولا اعمل كده. المهم ان هي ربنا كرمهم.
اللي كانت مرزقة اللي كانت طالباها، وعملت بالكريمة بالشكل دوت، وطلع بصراحة عجباني جدا، التقفيل بتاعها حلو جدا. وكل اللي كان على الجروب بقى يسألوني يقولوا لي انتي عاملاها بكام جرام من الاسبونج، عاملاها كام طبقة، طب انتي حشيها حشوات تانية، اصل اللهم بارك طالعة عالية جدا الحمد لله. فكانت لافته نظر كل اللي شافها. انا هنا بعمل بالسكرابر، بساوي من الجناب وبحط من فوق، لان كانت الكريمه بتاعه الشوكولاته انا حطيت لها شويه من الكاكاو عشان تديني اللون دوت، كانت خلصت. المهم هنا بجلس الابيض والبني، وطبعا كل دوت هيتدارى دلوقتي، لان انا هحط لها الشوجر شيت ما بتبقاش كبيره، سوري، التورتيه مش كبيره قوي ان هي تاخد مساحه من التزيين. انا بحب الشوجر شيت يتحط على ال30 في 40 او المقاس الكبير، علشان خاطر يبقى عندك براح كده ان انتي تزيني براحتك وتدي اشكال اللي انتي عايزاه. هنا بقى معايا كيوي وفراولة وتفاحية، وبدأت اقطعها كده بس ما احتجتهاش، لان بصراحة انا ما كنتش يعني في دماغي شكل معين ان انا اعمله. بس التورتايه دي ما كانش المفروض ان انا احط لها فاكهه ولا احط لها كده، بصراحه المفروض ان انا كنت عملتها بنوتيلا بيضه ونوتيلا دارك. المهم يعني ان انا كنت اعملها باشكالات تانية غير الفاكهه كانت تقيله عليها، وهي كانت هشه جدا، وكمان ما كانش عندي مساحه ان انا ارسم شكل الفاكهه. هتشوفوا دلوقتي ويا ريت تقولوا لي رأيكم فيها، يعني هي كده حلوة فعلا ولا ما كنتش، يعني كلامكم من رأيي ان انا ما كنتش احط لها فاكهة اساسا. لان كمان الفاكهة يعني عارفين شوية الفاكهة دول والله كنت جايباهم ب25 جنيه. بروح اقول له عايزة تفاحية وشوية من الفراولة كده و2 كيوي، اداهم لي قال لي 25 جنيه. والشوجر شيت بقيت عاملة اللي هي الصغيرة، الكارت الصغير دوت عاملة 30 جنيه. فبقول لكم الموضوع يعني خرج عن يدي. بصوا انا عملت حركة حلوة بقى المرة دي عشان تحافظ على الشوجر شيت، انا حطيتها على الكريمة على طول زي ما انتوا شفتوا كده، انا ما حطيتش جناش ولا حطيت شوكولاتة ولا اي حاجة، بس حطيت جيليو شفاف على وش الصورة. وبصراحة دي كانت مجازفة، انا كنت عايزة اجربها لحد من اولادي عشان اشوف، بس انا جازفت بصراحة، بس كانت احلى مجازفة. حافظت على الصورة وشايفين مدياها لمعة، وحافظت عليها وخلتها بتلمع كده وشكلها حلو قوي. بقول لكم لفتت نظر كل اللي على الجروب، عجبتهم جدا. المهم ان هي كانت بالصدفة، بس بصراحة انا هعملها كده على طول، كل ما يجيلي اوردرات بالشوجر شيت انا هعملها كده على طول، لانها فعلا حافظت على الصورة وما خلتهاش تشقق وما خلتهاش كمان تشرب من الكريمة، حافظت عليها. بصوا انا عمالة اشيل من الفاكهة واحط واشيل واحط، يعني مش عاجبني حاجة. طبعا اول ما بنحط التفاح بنلمع على طول بالجيل التلميع، اللي هو جيل التلميع الفاكهة اللي هو الجيليو الشفاف من شركة المتحدة، نفس اللي انا ملمعة بيه الصورة. بلمع على طول التفاح بيأكسد وبيسمر، فبيدي شكل التورتايه ان هي بهتانة وبايتة ومش حلوة خالص. المهم انا اول ما بحط التفاح بقوم على طول ملمعة. جبت بقى الجناش اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف علشان ترجعي له. بحطه في برطمان وبطلعه كده، يا دوبك احطه في شوية مية دافية، البرطمان كله بحطه في شوية مية دافيين، وبيبقى سايح معايا وبالشكل ده كده، وابتدي اوزع على التورتايه بتاعتي او استخدم الجناش في اي حاجة انا عايزاها. بوزعه كده في الجزء اللي هو هيبقى بالشوكولاتة. وبصوا شايفين الفاكهة مفيش عندي مساحة ان انا احط فيها فاكهة وارسم ولا الشوكولاتة، مش عارفة اعمل ايه. فحطيت بقى لوز، وحطيت على البرواز كده، وحطيت اللي هو البارات الشوكولاتة ديت. وبعدين هجيب احط اللي هي الشوكولاتة الملولوة. لو حابين ان انا اعمل لكم فيديو علشان خاطر تتعلمي